السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا في تمام الأحوال يا رب. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيكة مختلفة، لا في المذاق ولا في الشكل، هشيشة وبإضافات صحية وكفكرة للوليدات اللي ما كياكلوش هكا الخضيرة ولا المكسرات. علاش لا ندخلوهم ليهم في بحال هاد الوصفات، وانا متأكدة اكيد الا جربتوها غادي تعتمدوها وغادي تعجبكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وفرجة ممتعة. نبداو ان شاء الله بالمقادير والطريقه في نفس الوقت. عندي هنايا 4 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. انا هنا استعملت مولينكس باش نطلع البيض مع السكر. عندي هنايا كاس لاروب ديال السكر سنيده، هاد الكيسان ديال العنبه. غادي نزيد معاهم واحد القبيصه ديال الملح. تقدري تخلطي فاش ما كان، يعني مولينكس ولا هكا الطراب اليدوي ولا البراميكسور اللي كان عندك، طلعي به البيض والسنيده في الاول. هنايا حتى كتبدا الدور مولينكس عاد غنحل الغطايه هكا باش ما تزلعش لك الدنيا. هنا غادا نزيد كاس لاروب ديال الزيت، هاد الكيسان ديال العنبه بقى نضيف شويه بشويه. الا كان الحجم ديال المول اللي عندك صغير تقدري تنقصي ديري 3 البيضات وتنقصي شويه من شويه من السنيده وشويه من الزيت. نقصي في المكونات. انا هنا المول اللي عندي شويه كبير، ولا كانت تعجبك الكيكه تجي طالعه ومنفوخه استعملي نفس المكونات. هنايا صافي من بعد ما طلع البيض مع السكر والزيت مزيان غنديرهم هنايا في واحد البانيو فاش غادي نخلط. هنايا عندي 2 كيسان ديال الخيزو حكيته في الحكاكه الرقيقه. تخافوش من خيزو، والله الا كيجي في هذا الكيك زوين ومذاقه كيجي زوين وما باينش. حكو في الحكاكه الرقيقه، ما تكونش ديك الرقيقه بزاف، غير ديك المويه. هنايا عندي كاس لاروب ديال قرقاع اللي هرمشته. ماشي ضروري ديروا القرقاع، الا كان عندك ديري 2 معالق الكميه اللي كانت عندك ديريها، ما كانش ماشي مشكل. هنايا عندي معلقه صغيره ديال القرفه. اللي ما كتعجبوش القرفه والمذاق ديال القرفه يضيف واحد الساشي ديال الفاني. غادي نخلطهم غير شويه بيد ما يبان ليا دوك العناصر تمزجوا مع بعضياتهم، عاد باش غنبدا ندير في الدقيق. هنايا عندي 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. غنغربل معاهم 3 ديال الساشيات ديال الخميره ديال الحلوى. اللي ما كيعجبوش الكيك يجي منفوخ بزاف تقدري تضيفي غير 2. غنديرهم مع الدقيق عاد باش غادي نضيف الكاس الثاني ديال الدقيق. هذا الكاس الثاني ما عمرش بزاف، نقص منه غير شويه. ديما الدقيق على حساب الحجم ديال البيض وعلى حساب الكيسان باش عبرتي. صافي هنايا غادي نخلط داك الدقيق مع المكونات اللي كنت دايره في الاول حتى يبان ليا صافي تخلط. نخلط غير بشويه. هنايا راه كنت مسرعه المقطع وصافي. صافي غير يبانوا ليا تخلطوا مزيان، صافي غير يبان ليا الدقيق صافي مبقاش كيبان، نحبس باش هكا ما كنهبطش هذاك البيض. وهنايا كاضافه غادي نزيد التزيين. هنا عندي شويه ديال الشكلاط الكحل العادي، درت معاه شويه ديال الكركاع. قطعوهم طريفات، ما يكونوش كبار بزاف باش هكا ما يهبطوش ليكم في التحت ديال الكيك. غنضيفوا معاهم واحد المعلقه مع مرش ديال الدقيق. داك الدقيق كيعاون باش دوك المكسرات اللي غادي ديروا ما يهبطوش ليكم التحت، في التحت ديال الكيك، يبقاو من الفوق. وبالنسبه للمكسرات تقدري تستعملي اللي كان عندك، زيدي كاوكاو، زيدي زبيب، هكا المشماش اللي كان عندك، غير قطعيهم طريفات صغيورين باش هكا ما يبقاوش متقلين، حيت فاش كيكونوا كبار كيهبطوا لتحت ديال الكيك. وديري معاهم ديك المعلقه ديال الدقيق باش هكا كتعاونهم ما ينزلوش. هنايا غادي خديت المول. انا هنايا المول عندي شويه كبير، ما عرفتش بالضبط شحال القطر ديالو، هو كبير. صافي غتخوي فيه داك الخليط، وخا يبان لك هكا كيتقطع راه غير حيت فيه خيزو داكشي باش.
اما هي كتجي هشيشه والمذاق ديالها كيجي زوين ومختلف وهكا صحيه. هنايا من بعد ما درت الكيك درت داك الخليط ديال الكيك في المول، غادي نبدا نضيف دوك المكسرات غير من الفوق. حتى كنكمل ديك الكميه اللي عندي. من بعد كندخلها الفران الا عافيه مهيله، كنخليها حتى كتبدا نحسب ليها واحد 45 دقيقه 35، كل وحده وكل سيده والفران اللي عندها. هنايا من بعد ما طابت الكيكه، انا هنايا زينتها شويه غير هكا غير بالعسل، دهنتها غير شويه بالعسل. تقدروا ديروا الناباج، ديروا كونفيتور اللي ولا تخليوها هكا كتجي مزيانه. كتجي هشيشه بزاف، المذاق ديالها كيجي مختلف وزوين، صحيه للوليدات اللي ما كيبغيوش هكا ياكلوا الخضيره والمكسرات. علاش لا ما ندخلوهم ليهمش في بحال هاد الوصفات، وكيجيو ما باينينش، ما كيجيش الخيز باين نهائيا في الكيكه. انا متاكده اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبصحه والراحه.